الحلقة دي برعاية منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي. سامسونج جالاكسي اس 25 الترا ولا ايفون؟ اي او اس ولا اندرويد؟ طب في الاستخدام اليومي الواحد يستخدم الاثنين، تفاحه ولا السامسونج؟ في البطاريه، في الحراره، في الاعتماديه، في الكاميرا، لو هتشتري تجيب مين فيهم؟ معايا الاثنين ومش هعمل فيها سيف زاهر وهقول لك الاثنين حلوين. هنلعب ماتش ما بينهم وهحرق لك النهايه، معانا واحد فايز والتاني خسران، انهي فيهم؟ يلا بينا. اخواتي وحبايبي واصحابي المتابعين، نواجه عناية حضراتكم ان الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتختار اول ببلاش، وبالتالي ضغطكم عليه هيساعدنا وهيساعد محتوانا ومجانا. هيا بينا نلعب. بص عزيزي الباشمهندس، انا مستخدم للايفون وهو جهازي الدائم من ايام 2G لحد ايفون 6 بلس، وقفلت منه وطلقته من 2017 ورجعت له في ايفون 15 السنة اللي فاتت. رجعت له ليه؟ ده موضوع كبير هنبقى نتكلم عليه بعدين. الفترة بقى اللي في النص ما بين ايفونين قضيتها مع سامسونج وشاومي واوبو وون بلس، يعني بسمع كل الاغاني الشعبي والفرانكو والمهرجانات بدون تحيز الا المصلحه، مصلحنج يعني في الاستخدام. اتفقنا؟ نقارن بقى. هنقسم المقارنه ل5 اجزاء، كل جزء هندي فيه 3 نقاط للفائز بالجوله ونقطه للتعادل لو حصل زي ماتشات الدوري، وهنجمع في الاخر عشان نعرف بطل الدوري. البطاريه، الاعتماديه، السوفت وير، الكاميرات، قيمه اعاده البيع، وهندي بونص 3 نقط لتليفون في الاخر على نقطة معينة، بس خليك معانا للآخر. الجهازين اللي معانا ايفون 15 برو ماكس وجالاكسي اس 25 الترا. هتقولي ليه مش 16 برو ماكس؟ هقول لك بلا اشتغالات، ما هو الفرق مش كبير، ثم ان في السعر هتلاقي الجالاكسي اس 25 الترا تقريبا بنفس سعر الايفون 15 برو ماكس اللي هو معايا ده. فيا ترى مين هيكسب معانا دوري الموبايلات؟ نبدأ بالبطارية. لو هتدور على جهاز قوي من حيث اداء البطارية تشتري مين؟ ايفون ولا سامسونج؟ مين يكسب فيهم لما تشقيه خلال استخدام يوم كامل مع ال5G بدون العاب، مع مرمطه كامله للجهاز في جو الحر من صباحيه ربنا الساعه 9 الصبح؟ الايفون فيص الساعه 8 بالليل، مع العلم انه بقاله سنه شغال في الحياه، يعني البطاريه مش بنفس قوه وهي نازله من مصنعها. نفس اليوم تقريبا بنفس الظروف وبنفس الاستخدام سامسونج اس 25 الترا فيص الساعه 6 ونص. ممكن في بعض الاختلاف والظروف في الاستخدام، بس سامسونج جالاكسي اس 25 الترا سطوعه اعلى وحرارته اقل في الايد. طيب شحن 45 واط، شحن الايفون 50% في حوالي اقل من نص ساعه، وشحن الالترا بنفس الزمن 65%. حراره الايفون في الشحن اعلى كتير من سامسونج بقى بيفصل شحن عند رقم غير معلوم، مره 5% ومره يوصل ل 1% ومره 9% ويفصل شحن. بالتالي انت مش عارف هيفصل امتى. تحت 10% انت مش عارف هو امتى هيقرر يفصل، زي ما يكون السوفت وير مش قادر يعرف عمر البطاريه ولا الباقي منها، عكس الايفون اللي ممكن تكمل ساعة عادي ب1%. وده ملحوظ جدا لما بتستخدم مثلا جهاز وهو بنار الفرن طالع من على الشحن و100%، بتلاقي سامسونج في 5 دقايق نزل 10% باستخدام بسيط، لكن ايفون بيصمد وبينزل بالتدريج. فباختصار سوفت وير سامسونج مش فاهم بطاريات. يبقى كده في البطارية ايفون هيكسب 3 نقط. ندخل في الجولة الثانية الاعتمادية ونشوف مين هيكسب. بص لما نيجي نشوف الاعتمادية بتاعت الجهازين ايفون 15 برو ماكس وجالاكسي اس 25 الترا، هنبص على كذا حاجة. اول حاجه الماتيريال اللي معمول منه الجهازين، وفي الحاله دي هتلاقي الاثنين معمولين من التيتانيوم، والاثنين اترزعوا مني اكتر من مره بدون ما يبان على حد فيهم اي حاجه، وكانوا زي الفل. يعني المواد المستخدمه في الشاسيه واحد. طيب مين الافضل، شاشه ايفون 15 برو ماكس ولا سامسونج اس 25 الترا؟ بص يا سيدي، هل عمرك شفت جهاز ايفون فيه نقطه سوداء في الشاشه اللي بيسموها ديد بيكسل؟ ما حصلتش اعتقد، ما شفتهاش ومش هتشوفها. في المقابل كتير من اجهزه سامسونج بتظهر فيها النقطة السوداء اللي هي الديد بيكسل، اللي احيانا بتنتشر وبتنغص عليك التجربة كلها. ده تاريخ، اما الجغرافيا فما اعرفش. السامسونج لسه ما كملش معانا شهرين والايفون بقاله سنة، بس المعلومة الاكيدة ان في حال حصل كسر لا قدر الله لشاشة الايفون هتغيرها بجزء من سعر الجهاز، لكن لو حصل كسر لشاشة سامسونج فسعر الجهاز غالبا جزء من سعر الشاشة، وده احد ابرز عيوب سامسونج التاريخية. بس دي كلها افتراضات، وبلاش نبيع السمك قبل ما نصطاد، خلينا في الواقع
الواقع الجهازين نفس الماتيريال ونفس عدد سنوات الدعم في السوفت وير، فنظريا عمرهم الافتراضي قريب من بعض، وكل واحد فيهم عنده مميزاته وعنده عيوب. يبقى كده تعادل وكل واحد هياخد فيهم نقطة. ونروح للجولة الثالثة، مين هيكسب في معركة السوفت وير؟ ايفون 15 برو ماكس ولا سامسونج S25 الترا؟ انا طول عمري بسمع عن سهولة سوفت وير ابل، بس الحقيقة iOS سوفت وير عقيم وغير مرتب ومتخلف في العموم، وفي حاجات كتير غير منطقية، وما ينفعش تطبيق تسيبه شغال في الخلفية. توطي صوت الميديا التليفون ما يرنش، تعلي الصوت تيجي تفتح الميديا ينفجر في وشك، ومفيش فصل ما بين التطبيقات. هتنزل صورة ولا فيديو من تطبيق وتقضي اللي باقي من عمرك تدور عليه نزل فين. هي موجودة ما تقلقش، بس ابقى قابلني لو عرفت هي فين، واوعى تتذاكى وتحفظ طريقة تسييفه علشان هيغفلك وهيغيرها. ايفون عنده سكرين شوت لا ارادي، هتحطه على الهولدر هيعمل سكرين شوت، هتحطه على المكتب هيعمل سكرين شوت، هتحطه في جيبك هيعمل سكرين شوت. فهات مساحة تخزين كبيرة علشان تساع كل السكرينات شوت اللي ملهاش لازمة دي، وقضي بقى عمرك كله تعرف منين بيودي على فين علشان يبطل اسهال السكرين شوت. سوفت وير ابل قولا واحدا عقيم وملعبك وغير منظم، واي حد يقول لك غير كده اعرف لنا منه الله يبارك لك بيتعامل معاه ازاي. هتقول لي وانت بتستخدمه ليه لما انت مش طايقه كده؟ هقول لك ظروف يا ابني والله. طيب على النقيض بقى سامسونج S25 الترا، لا يعني هو مش النقيض يعني عظيم، هو منظم زياده عن اللزوم. ملايين المنيوهات كل واحده بتعمل حاجه جوه وحاجه جوه حاجه، وممكن تقضي عمرك كله في منيوهات ما تعرفش بتعمل ايه، بس مرتب والسوفت وير واضح، وكل حاجه عاوز تعملها هتلاقي لها حاجه بتعملها. زحمه صحيح وكتير، بس على الاقل لو حبيت تعمل حاجه هتلاقيها وهتلاقي لها اللي بيعملها. لو في اكتر من 3 نقاط هنديها لسامسونج في السوفت وير من غير تفكير هنديها له، بس هنكتفي بال3 نقاط لسامسونج S25 الترا. شايفين الكواليتي بتاع الصوره والاتش دي ار بتاع السما والوان البحر؟ وبمناسبه الوان البحر خلونا نتكلم عن منتجع سنتارا ميراج بيتش ريزورت في دبي، راعي الحلقه، واحد من اجمل المنتجعات اللي زرتها في دبي، ومليان فعاليات والعاب. قضيت يومين هناك مع عيلتي ومش عاوز اقول لكم انبسطوا بشكل رهيب. كل واحده فيهم عملت دبدوب في فعاليه بيلد بير، والجناح كان معمول بالثيم بتاع بيلد بير. عملوا تحدي المشي على الحبال، ولعبوا في الليزي ريفر وحمامات السباحه، ونزلوا البحر، وسهرنا على فيلم في شاشه السينما العملاقه على الشاطئ، وفي النص بقى اتفرجنا على الفعاليات وشو النار. طبعا ما كناش عاوزين نروح، بس هي كده الايام الحلوه بتخلص بسرعه. اللي عاوزين يستمتعوا باجازه عائليه جميله مش هينسوها ابدا. هسيب لكم لينك الحجز في المنتجع في صندوق الوصف. شكرا سنتارا ميراج بيتش ريزورت دبي على رعايه الحلقه. نرجع بقى نكمل الحلقه بتاعتنا، وهنروح لتالت حاجة في المقارنات، وهي كاميرا ايفون 15 برو ماكس وسامسونج S25 الترا. مين هيكسب؟ لغاية دلوقتي النتيجة تعادل 4-4 ما بين سامسونج وايفون. فهنتكلم عن الكاميرا. بص يا مدير، الكلام سهل، ومقارنة بيكسل لبيكسل سامسونج هيكسب براحة تامة بدون منافس، بس التصوير مش بالميجا بيكسل. بمعنى ايه؟ بص الصورتين دول انهي احلى؟ في اعتقادي شكلا لو شفتها على اي منصة سوشيال ميديا هتختار اللي على اليمين، بس تعالى نشرح بقى. اللي على اليمين ايفون والشمال سامسونج، واليمين احلى بس الشمال افضل. ازاي؟ هقول لك. لو كبرنا الاثنين 300% هتلاقي دقة تفاصيل سامسونج اعلى بكتير بسبب وسع فتحة العدسة وحجم الميجا بيكسل، لكن الاختلاف هو في المعالجة. الدقة اعلى في سامسونج، بس الايفون ادالك صورة كويسة في العموم بدقة اقل، لكن في المجمل صورة ايفون احلى. اللي عاوز اوصله لك ان لو معاك جهازين في جيبك في اي ظروف وهتصور صورة واحدة ومفيش وقت تكرر التصوير كذا مرة، هتلاقي نفسك تلقائيا طلعت الايفون مش السامسونج. ولو خصصنا بقى فالفيديو اكيد 100% هتطلع الايفون من غير تردد، مع ان كواليتي السامسونج اعلى. يبقى الفكرة مش في الكواليتي لكن في المعالجة. سامسونج ممكن يطلع لك صورة رهيبة في ظروف صعبة، بس ممكن يطلع لك صورة ما تتشافش في ظروف تانية، لكن ايفون دايما هيطلع لك صورة معقولة اغلب الوقت. فمقبول دائما افضل من رهيب في بعض الاحيان. فاهم حاجة؟ شخصيا افضل ال3 نقط يروحوا الايفون رغم جودة كاميرات سامسونج، علشان احنا بنتكلم عن اداة في الايد، طلع واضرب، مفيش وقت. هي مش كاميرا احترافية، وبالتالي فالايفون اداة ايد تطمن لها وتثق في نتيجتها. طيب وبالنسبة للكاميرا الامامية نفس الموضوع بالظبط، كواليتي سامسونج اعلى وافضل، والنتيجة الموثوق فيها اكتر ايفون. كده ال3 نقط هيروحوا للايفون وبقت النتيجة 7-4. نيجي بقى لخامس جزء، يا ترى قيمة اعادة البيع مين يكسب، سامسونج ولا ابل؟ الحقيقة سامسونج بتضر بنفسها بايديها في
السياسه التسعيريه. يعني بتنزل الجهاز مثلا ب $1000 وبعد شهرين هي نفسها بتبيعه جديد ب $800 وبعديها بشويه تلاقيهم راحوا عاملين عرض ومنزلينه ب $600. فتخيل بقى سعر المستعمل بيحصل فيه ايه، في حين ان ايفون سعره ثابت من يوم نزوله لغايه جيلين بعده، وبالتالي لما تيجي تبيعه هتمسك فيه فلوس عكس سامسونج، لان تقييم المستعمل بيكون مقارنه بسعره الجديد. هنا ايفون بيكسب 3 نقاط اضافيه بسهوله وببساطه بسبب السياسه التسعيريه. تعالوا بقى نشوف النتيجه النهائيه، بس قبل ما نشوف النتيجه واسطه كده وعافيه هدي 3 نقط اضافيه لسامسونج على التحسينات وجمال تشغيل الفيديوهات عليه والشاشه المضاده للانعكاسات. ايفون هياخد 10 نقط، سامسونج 7. كده النتيجه النهائيه فوز ايفون 15 برو ماكس بتاع السنه قبل اللي فاتت على جالاكسي S25 الترا بتاع السنه دي، ويتوج الايفون بلقب دوري الاستخدام برصيد 10 نقاط مقابل 7 لسامسونج. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم. واحد يجي يقول لي يا عم انت بتاع حكايات ولا ريفيوهات موبايلات ولا عربيات ولا بتبيع ايه بالظبط؟ اقول له بتاع رياضه وسياحه وسياسه كمان. ها ايه تاني؟ اطفي يا لول، اطفي الكاميرا يا لول. لا الكاميرا التانيه، ايوه دي قطيعه محدش بياكلها بالساهل.